السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم خواتاتي؟ نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع نهار اليوم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا من قطعة قماش راح نخدموا قندورة او بدعية بزاف شابة خواتاتي، وعلى بالي بلي راح تعجبكم وتعجب بناتكم وتقدروا ديروها كمشروع ناجح ومربح لهذا الصيف ان شاء الله يا ربي. تابعوا معي الفيديو الاخير، ما تنسوش الجام وما تنسوش تخلوا لي رايكم في التعليقات. مرحبا بكم كامل. هنا نبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنا قماش الفيبران كما تشوفوا، عندي هذا هيلو كيتي، راه بزاف شباب فيه كاع لي كولر خواتاتي. هنا شوفوا عندي القياس هذا راه عندي 79 سنتيم. هنا كما تشوفوا بعد ما شريت وشربت القماش بقى لي فيه 79 سنتيم، خليتها هذيك 79 غادي نديرها في الطول نتاع البدعيه تاعنا. انتي هنا غادي نفهمكم خواتاتي، اللي تبغي تروح تشري تبغي تخدم لبنتها هذا القياس اللي غادي نعطيه لكم يلبس 3 سنين 4 سنين. انتي تعبري الطول تاع بنتك شحال راكي باغيه ديري فيه، بغيتي ديري فيه 79، بغيتي ديري فيه 80، بغيتي ديري فيه 50 60. المهم القياس اللي راكي باغيه ديريه في الطول هو اللي غادي تروحي تشريه من الحانوت من المحل كما نقولوا. بصح كي تشريه زيدي مع 5 سنتيم ولا زيدي مع 6 سنتيم باش كي تشربيه يتشرب لك تنقص لك هذيك 5 سنتيم. صاي دروك هنا بسم الله على بركه الله كيما شفتوا عرض القماش بعد ما شربته راه فيه متر و49 سنتيم. دروك هنا غادي نجي نحكم القماش هذا. شوفوا هنا غادي نقلع منه غير قطعه صغيره باش من بعد نديكوري بها، على خاطر البي ما لقيتهش هو من بعد نشوف. هيا خواتي هنا غادي نقلع منها غير هاد القطعه نتاع قيمه 14 سنتيم هكا باش نفيني به في الرقبه نتاعي. نتوما الا كان عندكم البي وبغيتو تفينوا الرقبه تاعكم فينوها بالبي تخرج شابه. وهاد القطعه اللي قلعتها انايا ما تقلعوهاش، خلوها في العرض نتاع لاغوب تاعكم باش تجيكم عريضه وتجي شابه. صاي هنا شوفوا راني قلعت هاد القطعه هذه، وفي الاخير كي كملت كامل لقيت هذيك البوبينه تاع البي اللي كنت نحوس عليها خواتاتي. ايام ما استعملت كاع هذا الشريط اللي قلعته. شوفوا هنا راني ندير في المونتاج، كنت صورت ودروك راني نهضر في المونتاج بعد التصوير. صحيح باش هكا يكون على بالكم. شوفوا انا حكمت القطعه هذه، نطوي القماش هكا ندخل الوجه لداخل ونعبر لكم على الخلف باش يبان لكم نتوما ثاني خواتاتي. شوفوا هنا نحكم القطعه هذه، هذيك القيمه اللي قلعت منها هذيك 14 سنتيم ولا هذيك متر و49 سنتيم هي اللي طويتها على 2 كيما هكا. هنا مثلا انت ما غاديش تقلعي، الا عندك متر ونص خلي فيه متر ونص، متر و49 خلي ديك متر و49، ما تقلعيش منها، من الاحسن ما تقلعيش باش تقعد هكا عريضه وتجي فضفاضه وتجي شابه خواتاتي في لبستها. نتمنى انكم تطبقوها وتلبسوها لبناتكم وتصوروها لي ان شاء الله ونشوفها وتعجبكم خواتاتي. والله غير جات بزاف شابه، قلت نشاركها مع الاخوات حتى نتوما تستفادوا ديروها كمشروع. هنا شوفوا طويت القماش هكا على 4. هنا بعد ما طويت القماش كيما هكا على 2 وسقتها مليح ومن بعد عاود طويتها على 4، نجي من الجهه المغلوقه في جهتي والجهه المفتوحه ها هي. هنا غادي ندير فتحه الرقبه، غادي ندخل ب7 سنتيم. هنا لما كنتش باغيتها مفتوحه بزاف دخلي ب6 سنتيمات، هنا الصغار ندخلوا ب6 سنتيم. شوفوا دخلت ب7 سنتيم وفتحه الرقبه نتاع الخلف هوت ب5 سنتيم. هيا فتحة الرقبة نتاع الأمام غادي نهود ب10 سنتيم. شوفوا هنا غادي نهود ب10 سنتيم وغادي نزيد نحسب قيمة 3 سنتيم في الأمام ونفتحها. شوفوا كيفاش غادي تجي، غادي نديرها شكل في، نهود هاد القيمة تاع 3 سنتيم هكا عينت نقطة، ومن عند هذو المدة هاد التقويسة هذه نتاع الرقبة تاع 10 سنتيم. شوفوا دخلت قيمة 1 سنتيم ودرت نقطة، ومن بعد غادي نجي نرسم كيما هاك. شوفوا نقرب لكم كاميرا، نجي نوصل ما بين ديك النقطة تاع 3 سنتيم مع النقطة نتاع 1 اللي درتها. شوف هي درت خط مائل كيما هكا. وهنا كما تشوفوا نروحوا للميلان الكتف. هنا كما شفتوا اليوم واش غادي نخليهم هكا لاصقين مع القندوره تاعنا. نجي منا مع الحافه كامل في الجهه المفتوحه نهود قيمه 4 سنتيم، ومن بعد نوصلوا خط ما بين هذيك النقطه نتاع الرقبه والنقطه اللي هودنا بها تاع 4 سنتيم عفوا. هيا شوفوا نديروا خط هكا مائل دروك نفصلوها، ما فيهاش بزاف قياسات، ما فيهاش بزاف تعقيدات خواتاتي، ساهله تقدي تخيطيها وكما قلت لكم عينيكم مغمضين خواتاتي. والله غير مشروع ناجح ومن اسهل المشاريع اللي غادي تخدموها ان شاء الله. قاوي لو كنتي ماشيه مخيطه واول مره راح تخيطي فصلي هذه وخلي لي رايك في التعليق، وما تنساوش ترسلوا لي تطبيقاتكم في الفيسبوك. هنا شوفوا بعد ما فتحت هذيك الجهه اللي كانت مبلعه هذيك ولا اللي كانت مغلوقه، هيا نفصلوا الامام على الخلف كيما هكا ونزيدوا هنا نجو نفتحوا الرقبه تاع الامام.
هنا اللي ما كنتش باغيه ديري هذاك الفي هذاك هنايا، هودي في الرقبه الاماميه هودي ب 12 سنتيم باش ما تجيكش مبلعه. صاي انا درت هذا باش تجي شويه مفتوحه، تقد تدخلي للبيبي تاعك راسها من البدعيه ولا من القندوره، ما تجيهاش مزيره بزاف. صاي هيا شوفوا كيفاش تفتحيها، كيفاش تعطيك هذا الشكل هذا في الرقبه، تجي بزاف شابه. هنا شوفوا بغيت انا نفيني بهاد القطعه هذه، نقصها كشرائط كيما هكا، ومن بعد كيما قلت لكم كي لقيت البي عاودت بطلت وخليت هذيك القطعه معليش. المهم هنا شرحت لكم خواتاتي، نتوما طبقوا كيما قلت لكم، خلوا هذيك متر ونص ما تقلعوش منها كامل في العرض. هنا شوفوا تحكمي القطعه هذه ديري هكا الكتف مع الكتف وتخيطيه. هي شوفوا هنا راني خيطت الكتف مع الكتف، من بعد سورجيت. الا كان عندك سورجي تخيطي وتسورجي حتى اللي تكملي تخيطي وتسورجي. والقطعه هذه شوفوا الا ما كانش عندكم البي وكنتو قلعتوها، تجي هنا تقصيها شرائط كيما هكا كيما شريط البي، الا جاتك القطعه قصيره تلصقي قطعه مع اختها وتفيني بها الرقبه تاعك. هنا كيما قلت لكم انا غادي نبطنها بالبي، ها هو بعد ما لقيته. شوفوا هنا غادي نجي عند الفتحه هذه كيما هكا بهذا الشكل، ونحط على الوجه نتاع القماش تاعنا، على الوجه ندير البي تاعي نفتحوه كيما هكا ونخيطه كاع صاير داير. هي شوفوا هنا بعد ما خيطته دوك نعاود نقلبه للداخل. شوف وهذيك هذاك الفي هذاك مازال ما درتلهش البي، حتى نفينو الرقبه تاعنا من الامام ومن الخلف باش عاد نروحو نفينوه. هنا تقلبي البي تاعك للداخل، ما تخليش كامل يبان لبرا. شوفوا ديروه كتبطين ها هو، ومن برا يبقى غير القماش هكا نورمال. سقمي الرقبه تاعك غير بالعقل وخيطي. شوف هو هنا كما كتشوفوا بعد ما خيطت القطعه هذه تاع الرقبه نروحوا لهذاك الفي اللي كنا درناه ثاني، غادي ندير له شريط البي. نحكم البي تاعي كما هكا. هنا قبل نقصوا كامل هاد الخيوط باش تجينا خدمه نقيه. وهنا شوفوا غادي نحكم البي تاعي. شوفوا ندي بهذا الشكل هكا، نطوي طويه قيمه 1 سنتيم. هاي شوفوا تفتحوا هنا ما تخليش هكا مبلع وتخيطي، لا تفتحي غير جهه واحده من البي وتطوي قيمه 1 سنتيم، ومن بعد تخيطي كامل على هذا الفي هذا. وكي تجيبي تقصي البي تاعك خلي قيمه 1 سنتيم باش تعاودي تطويها بنفس الطريقه اللي درتيها في الاول. هاي هنا شوفوا راني بعد ما خيطته بهذا الشكل هذا غادي نجي هنايا نقص غير هاد الحواف هكا اللي يكونوا خارجين باش كي نقلبها تجيني مفينيه. وهنا في الوسط ثاني غادي نكرونتي كيما هكا، ما توصلوش حتى تطردقوا الخياطه تاعكم. صاي نقلب هاد البي لداخل كيما هكا، وهكا نكون فينيت الرقبه تاعي. صاي نعاود نخيطه. ها هو خواتاتي شوفوا راني كملت مع فتحه الرقبه تاعنا، فينيتها كامل بالبي. شوفوا كيفاش تجي بزاف شابه. دروك هنا غادي نفتح القماش هذا خواتاتي كيما هكا بهذا الشكل، غادي نجي ندور على هاد القطعه كامل نخيطها صاير داير كاع ندير لها كفه. صاي كاع نكففها من كل الجوانب الاربعه، ندير لها كفه كيما هكا. هاي هنا بعد ما كفيت القطعه هذه شوفوا بهذا الشكل هذا. هنايا تبغي تخليها هكا سامبل ما تزينيهاش، تبغي ديري لها التزيين فاني تجي شابه. انا زينتها غير بالزيكزاك كيما شفتوا. تبغي ديري لها غالون لي بومبو، تبغي تخليها هكا سامبل فاني ما تزينيهاش تاني تجي شابه. هنا شوفوا خواتاتي هيا فتحت القطعه هذه هكا، غادي نقلبها على الوجه تاعها ونروح نركب لها التزيين هذاك الزيكزاك دويده كيما شفتوا. انا هنا عندي هذا تاع القبايل هذا اللي رانا نزينوا به البدعيات، راهي يتباع كيما هكا بالبوبينه. خواتاتي اشروا بالبوبينه ما تشروش بالميطره باش ما تلقاملكمش غاليه. نفوت عليها فوق هذيك الخياطه اللي درت عليها كي كفيت هذيك الخياطه راها باينه من برا، فوق هذيك الخياطه نغطيها، نحط فوقها هذاك الزيكزاك ونخيط. شوفوا كي تقلبيه في الامام وفي الخلف تجيك خدمه قيه ومفينيه. صاي دوك انا بعد ما خيطت القطعه هذه شوفوا هنايا صايرها واجده، دوك باقي لنا غير ركبوا لاستيك. نعاودوا نقلبوا القطعه على الظهر كيما هكا باش نعينوا المكان اللي غادي نديروا فيه اللاستيك. هنا شوفوا خواتاتي غادي نعطيكم زوج تاع طرق، تبغوا ديروها بطريقه تبغوا ديروا طريقه ثانيه باش تجيكم البدعيه ولا لاغوب تاعكم عريضه وتجي فضفاضه. هنا شوفوا هوت من اعلى منطقه في الرقبه، هوت قيمه 26 سنتيم وعينت نقطه. دروك هذيك النقطه اللي عينتها تاع 26 سنتيم غادي نجي منها مقابلها هكا نحسب قيمه 10 سنتيم. عنده وين ما درت هذيك النقطه نتاع 10 سنتيم نوصل هذاك الخط تاع 26. شوفوا هذه باش نديرو هنايا اللاستيك تما يبدا من عند هذيك النقطه نتاع 10 سنتيم. صاي نجي للجهه الثانيه كذلك غادي نهوت قيمه 26 سنتيم ونروحوا في الجانب هذاك الجهه المفتوحه نحسبوا قيمه 10 سنتيم مقابله هذيك 26 باش هكا تجينا الخط يجينا نيشان ما يجيناش عوج. صاي
هنا عنده المعين هذه النقطه تاع 10 سنتيم، ثم وين ما غادي يكمل اللاستيك منا غادي يبدا في هذه الجهه اللي منه ويكمل في الجهه اللي ملهيه تاع 10 سنتيم. هنايا لا نتيا كنتي باغيتها تجيك ماشي ما تجيش عريضه بزاف، ديري هذه الطريقه تاع 10 سنتيم في الجوانب منو من. كنتي باغيه غير هذا القماش اللي درته انا كيما شفتوا هذه متر و49 قلعت من هذيك 14، كان عندي سما دروك القماش قليل بزاف، بغيتيها تجيك عريضه غير في داك القماش اللي درته انايا ما تدخليش ب10 سنتيم عفوا من الجوانب، تدخلي ب5 سنتيم ولا تدخلي ب2 سنتيم صحيح، وركبي لاستيك تاعك تاني تجي شابه. انا شاوله دخلت ب10 سنتيم في الاخير، تشوفوا كيفاش غادي تخرج تجي بزاف شابه خواتاتي، وما تجيش ضيقه بزاف ثاني تجي فضفاضه. هنا شوفوا قلبت القطعه على الظهر تاعها كيما هكا، راني نحسب ثاني 26 ونجي منا نحسب 10 سنتيم مقابله هذيك 26 ونرسم خط كيما هكا. هاي هنا صايدروك راني عينت البلاصه اللي غادي ندير فيها لاستيك الخصر كيما نقول، ها هو صاي. هنا غادي نجيب اللاستيك تاعي خواتاتي، نعطيكم القياس شحال غادي ندير فيه. هاهي هنا غادي ندير فيه 24 25 سنتيمتر. هاهي 25 سنتيم غادي نحتاجو زوج قطع، وحده للامام وحده للخلف. هيا نقص القطع كيف كيما هكا بهذا الشكل، ونكونوا كملنا الفصالات تاعنا، وداك نروح نخيط اللاستيك على هذه القطعه وين معينت هذيك 26 سنتيمتر. هنا شوفوا كيفاش تجي تركبي اللاستيك تاعك في هذه الجهه هذه، تجبدي كيما هكا وتخيطي. هنا اللاستيك كي تخيطوه غادي تخيطوه على زوج خطرات، في هذه الجهه اللي منا وفي الجهه اللي منا في العلويه، تسمى اللاستيك غادي تثبت غايه، يتخيط على زوج جهات من ومن. نروحوا الجهه الثانيه تاع الظهر بنفس الطريقه نخيطوه. هنا شوفوا كي خيط اللاستيك تاعي ها هو كي نقلبه، خيطت في هذه الجهه وزدت في هذه الجهه العلويه، كي تقلبي هكا تلقاي زوج تاع الخياطات في الامام. شوفوا كيفاش تجي بزاف شابه. هاي ان شاء الله الشرح يكون مفهوم. سمحوا لي خواتاتي هنا مانيش نصور لكم على الماشينه على خاطر كان الفيديو يجي طويل، وباش نتوما تاني تستفادوا راني صورت لكم غير هكا ديريكت صاي. خيطت وشرحت لكم. هنا شوفوا راني بعد ما كملت القطعه هذه نقلبها على الوجه تاعها كيما هكا، سقدوا من الجوانب مليح، نحكمهم كامل بالمساسيك ولا حكموهم بالدبابيز. دروك هنا غادي نبلعوا البدعيه ولا القندوره تاعنا، هذه الشبيبه هذه جات بزاف شابه، نخيط فيها وعجبتني مقلقه غير شكون اللي غادي تلبسها والله خواتاتي. هاي شوفوا هنا راني خيطتها من حكمتها عفوا من ومن مع الجوانب كيما هكا، باش يجوا القطع كيف كي تكوني تخيطي فيهم ما تجيكش جهه عريضه على جهه صاي. هنا نحكميها هكا بالمساسيك حتى الجهه السفليه، ودروك هنا غادي نعينوا وين غادي نخيطوا. شوفوا هنا خواتاتي غادي نجي هنا في هذه اعلى منطقه هكا في الكتف، ونجي هنا نعين قيمه 16 سنتيم. هنا التركيز غادي نهود ب 16 سنتيم، عند وين ما درت هذيك النقطه تاع 16 سنتيم نعاود نحط الميطره تاعي كيما هكا. شوفوا هنا الا بغيتوا تخدموها ليكات لبناتكم تقدروا تخدموها ليكات ثاني، ديري معاها شورت ولا ديري معاها سروال. الا كنتي بغيتي ليكات ديريها قصيره، ديري فيها غير 60 سنتيم هكا في الطول، ولا ديري فيها 55 سنتيم، ومن بعد هنايا تجي تحكمي من لهنا تهودي ب 23 سنتيم، وتعيني نقطه من عند النقطه تاع 16 سنتيم تحسبي 23. هنا الا كنتي باغي ديريها ليكات، كنتي باغي تخدميها بدعيه ولا قندوره كما يقولوا، حسبي قيمه 47 سنتيم. هاي هوت ب 16، ومن عند هذيك النقطه تاع 16 سنتيم عاود حسبت بالمتر هوت ب 47 سنتيم. من بعد ما عينت هذيك النقطه تاع 47 سنتيم دروك جيت منها مع الجانب كيما هكا، وراني نحسب هاد القيمه تاع 10 سنتيم. هاي شوف باش هكا تجينا كاع عرض واحد، ما تجيناش جهه عريضه وجهه ضيقه، حسبوا كيما هكا بهذا الشكل. وهنايا عند هذه 16 سنتيم ثاني تحسبي قيمه 10 سنتيم، تما هذيك النقطه تاع 16 غادي نمحيها وندير في بلاصتها هذه هي اللي عينتها تاع 10 سنتيم. صحيح الخياطه غادي تبدا من عند هذه تاع 10 سنتيم، نهوت حتى الجهه السفليه كما قلت لكم هوت قيمه 47، وخليت الجهه السفليه مفتوحه ما غاديش نخيطها. صحيح ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ومنا مع الجوانب كما قلت لكم هنايا الا كنتي باغيه نتيا البدعيه تاعك تجيك عريضه وتجي فضفاضه، تدخلي قيمه 5 سنتيم ولا تدخلي قيمه 2 سنتيم وتبلعي مع الجوانب. انا دخلت قيمه 10 سنتيم باش من بعد كي تخيط وتتلبس يبقى منه من مفتوح القماش وتجي لبستها. قلت لكم ما شاء الله خواتاتي تبغوا تخدموها للعيد لبناتكم يصيفوا فيها تاني شابه بزاف.
ما نقدرش نوصفها لكم خواتاتي، وما عنديش البنت نلبسها باش نوريها لكم. هيا نتوما خدموها خواتاتي وقولوا لي رايكم وصاي. شوفوا انا جيت في الجانب هذا ثاني عبرت 16 سنتيم تاع التركيز اللي غادي فتحت الذراع هذيك، ومن بعد من عند ديك النقطه نتاع 16 سنتيم جيت مع الجوانب هكا حسبت كاع 10 سنتيم 10 سنتيم، والطول تاع هذيك القطعه اللي غادي نخيطها ثاني درت فيها 47 كيما من عبرت منها غير كيف كيف. هيا دوك نروحو نخيطوها. هنا كيما تشوفوا بعد ما خيطت القطعه تاعنا شوفوا جيت خيطتها مع الجوانب، ها هي جات بزاف شابه. هنايا مع الجوانب هذا الطباشير هذا نورمال تمسحيه كيما هكا يتمسح، كاين بزاف اللي خافوا منه ما يتمسح. شوفوا هذا الطباشير اللي نشريه انايا غير تاع اللي كنا نقراو به بكري. وهنا كي خيط شوفوا خيط حكمت اللاستيك مع خوه، القيمه اللي حسبتها تاع 10 سنتيم تلاقات لي مع هذاك العبر تاع اللاستيك، على خاطر في الاولى عفوا فاني عبرنا 10 سنتيم باش ركبنا اللاستيك. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كيما قلت لكم الا كنتي باغي تدخلي ب5 سنتيم، هذيك النقطه اللي تعينيها نتاع 5 سنتيم هي اللي غادي تبداي فيها تركبي لاستيك ثاني غير كيما درنا دروك في 10 سنتيم. عندما عبرنا نقطه 10 سنتيم عبرنا ودرنا اللاستيك. نتيا بغيتي تنقصي في العرض تاع الخياطه ودرتي 5 سنتيم، ثم 5 سنتيم هي اللي غادي تركبي فيها اللاستيك. شوفوا هنا من بعد في الاخر كي خيطها مع الجوانب شوفوا كيفاش تجي مفتوحه. هنا من هذه فتحه الذراع هذه شوفوا الجوانب كيفاش يجوا مفتوحين، جات بزاف خواتاتي متحوفه. واش نقول لكم هي نوضي خيطيها على بالي بلي راه عندك الكتان وراكي قاعده تفنيني وتقولي ما نوض وراني عيانه وتا الغدوه وراكي عجزانه. والله يا خواتاتي وكم ما تتكليش على روحك في هذه الدنيا، حتى واحد ما غادي يحوس عليك ولا يعطيك من غير ربي سبحانه. توكلي على الله وقولي بسم الله ونوضي وخدمي، وان شاء الله راح تنجحي وتكوني من المحترفات. وهنا نقول لكم خواتاتي تهلاو في رواحكم وان شاء الله تكونوا كامل بخير، وخلوا لي رايكم في التعليقات. مع السلامه.